صباح الخير أو مساء الخير على حسب وقت ما بتشوفوني. النهارده هنعمل فراخ مشوية إنما حاجة كده عظمة، كمان مش هنشويها وبس، لأ احنا هنعمل معاها صوص خطير في منتهى الجمال وطعمه حلو جدا ولذيذ، وكمان هنقول للناس اللي ما عندهاش شواية أو فرن ازاي نطلعها بنفس النتيجة اللي انتوا شايفينها بدون شواية ولا فرن. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. اول حاجه انا جبت الماده الدهنيه وابتديت ان انا انزل بالفراخ، بس كانت الماده الدهنيه قدحت قوي، سواء زيت او سمنه مفيش مشاكل، عشان اسد مسام الفراخ. زي ما انتم شايفين كده انا عايزه الجلد، لو انت عايزه تخليها بالجلد مفيش مشاكل، انا شايلاه. زي ما انتم شايفين كده هبتدي ان انا اشوح الفراخ كويس جدا، وبعد كده هخليها تدخل على التحمير. يعني انا مش هشوحها بس، انا هحمرها. هنزل ببصلتين 3 كده محترمين مبشورين ناعم، وهبتدي ان انا اقلبهم مع الفراخ. هبتدي بقى ان انا احط التوابل بتاعتي، عباره عن ايه، بابريكا، وهحط توم باودر وبصل باودر، واحط بقى شويه من الجنزبيل لان بيدي للفراخ طعم حلو قوي، والسبع بهارات والفلفل الاسمر. وزي ما انتم شايفين كده قرن فلفل سبايسي، وده اختياري مفيش مشاكل. لو عندك بهارات فراخ مفيش مشاكل، ممكن نحط معلقه. زي ما انتم شايفين كده هبتدي ان انا الفهم كويس جدا واكمل تشويحهم بالبصل، هو ده اللي هيدي نتيجه الشوي بالظبط، يعني اللون بتاع الشوي. زي ما انتم شايفين كده انا مش هحمرهم وبس، انا هبتدي ان انا اديهم لون لسعة شوية عشان يدي طعم الشوي وطعم السوا. زي ما انتم شايفين كده هبتدي ان انا اقلبهم، واوعوا تنسوا طبعا الملح اهم حاجة. انا حطيت هنا فلفل اسمر، وهبتدي بقى ان انا اقلبهم كويس جدا. بصوا بقى اللون اللي انا عايزاه فيه لسعة كده، بصوا اللون. هبتدي بقى ان انا عايزة كل الفراخ على الجهتين تدي نفس اللون ده بتاع التحمير او بتاع الشوي، زي ما انتم شايفين كده. وابتدي ان انا اقلبهم كويس جدا لغايه ما يدوا لون التحمير، بس مش تحميره بس، لا يعني فيها لسعه كده بسيطه. زي ما انتم شايفين كده حطيت معلقتين من الصويا صوص، زي ما انتم شايفين كده. وهبتدي بقى ان انا احيقها كويس جدا، وكده حطيت البهارات بتاعتي، وهكون محضره الميه السخنه بتاعتي. هنا الميه هنحطها ازاي، مش هنسلقها، لكن هنحطها شويه بشويه على حسب حجم الفراخ، ولو ما استوتش بنزود ميه تاني. زي ما انتم شايفين كده برضو انا بقلبها في المكونات كلها. ونسيت اقول لكم ان انا حطيت حاجه بسيطه من الثوم في البدايه مع البصل. البصل البودر والثوم بودر دول اختياري، لو انت نقع الفراخ خلاص مفيش مشاكل، لكن لو عندك خلاص حطيهم. زي ما انتم شايفين كده بقى ابتديت ان انا احط الميه السخنه، ما ينفعش ميه بارده عشان الفراخ او اللحمه ما تشدش مني. زي ما انتم شايفين كده بقى هبتدي ان انا اسويها، واهم حاجه ان انا اغطيها. غطيت الفراخ زي ما انتم شايفين كده. انا ممكن اكون مش مبينه ان انا مغطياها بس عشان اصورها لكم، لكن انا مغطياها في كلا الحالات، وبقلبها على الجنبين. زي ما انتم شايفين كده ممكن الصوص بتاعها ده نعمل اي حاجه تحبيها، زي نوع من انواع الخضار. بصوا بقى عامله ازاي، بصوا بقى اللون بتاعها اللسعه. انا كده لا حطيتها في فرن ولا حطيتها في شوايه ولا اي حاجه خالص، غير على البوتاجاز ومغطياها. بصوا بقى اللسعه اللي انا قلت لكم عليها، او اللون اللي انا قلت لكم عليها بتاع الشوي او التحمير قوي ده، اللون الجلد الغامق ده. بصوا بقى طالعه في منتهى الجمال. حطيتها هنا في الشوايه مفيش 10 دقايق بس عشان يدي لون الشوي، وزي ما انتم شايفين كده حتى لو ما عندكيش هتطلعيها بنفس الشكل اللي انا وريتهولك ده. بصوا بقى خطيره. لو عايزه تحطي معلقه صلصه بيوريه مفيش مشاكل، برضو هتدي طعم كده وتسكيره حلوه. زي ما انتم شايفين كده هبتدي ان انا بقى احطها في الشوايه 10 دقايق وفحمايه زي ما انت طب لو ما عنديش الشوايه خلاص ما فيش مشاكل، انت كده كده طلعتيها لون الشوي بالظبط. زي ما انتم شايفين في حمايه، واحط حاجه بسيطه من السمنه، وابتدي ان انا اقوي عليها بس حاجه بسيطه كده، وبعدين اغطيها. هتدي نفس ريحه الفحم والطعم، اكننا شويناها بالظبط على الفحم. زي ما انتم شايفين كده بقى تعملي جنبها رز ابيض، تعملي بشعريه، تعملي خضار، تعملي مكرونه، اعملي اللي يعجبك. هي هتبقى هي نفسها طالعه سهله وبسيطه وفوق واحد، وما بتاخدش وقت. شويه بقى رشه بقدونس كده انما عظمه.
بصوا بقى زي ما انتم شايفين كده انا طلعتها وبتدوب دوب، يعني يا جماعة هي مستوية على الاخر. انا حطيتها تحت الشواية علشان في شواية موجودة فانا شويتها، لكن شويتها يعني هي مفيش 10 دقايق على الجنبين، لكن لو انت ما عندكيش برضو هتطلع نفس النتيجة، ولما تحطي الفحماية برضو هتطلع نفس النتيجة. طالعة في منتهى الجمال. ان شاء الله تعجبكم، ولو عجبتكم يا ريت تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة، ومتنسوش تفعلوا الجرس. وانا ان شاء الله هكتب كل المكونات بتاعتها تحت الفيديو. وسهلة، كل سنة وانتم طيبين.